صباح السعادة، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى هنعمل شوية كشري بقى كده بالطشة، حاجة كده فوق الخيال. هتعجبك جدا ووصفة سهلة وبسيطة، يا رب تنول اعجابكم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، ونشوف بقى عملنا غدا النهارده حاجة كده بقى خفيفة في غلو بقى الاسعار اليومين اللي احنا فيها دولت. هي اكلة بسيطة بس مكلفة برضو. البيض بقد كده، والعدس سعره رفع خالص، الطاعة 10. فنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. طبعا الوصفة بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان انا اقول عنها اي حاجة. زي ما انتم شايفين بقى، والدف بقى في الشتاء بقى. يلا بقى اللي لسه بشوف قناتي لأول مرة، ما ينساش بيعمل لي لايك واشتراك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان كل الفيديوهات توصل لكم، ونبقى عيلة كبيرة كده ان شاء الله مع بعض. بوجودكم جنبي قناتي هتكبر واكمل الشروط. وبشكر اي حد دخل واشترك لي ونورني في قناتي، بشكره جدا. مش عارفه اقول لكم ايه على وجودكم جنبي وتفاعلكم مع الفيديوهات بتاعتي. يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. زي ما انتم شايفين ده بقى كان الغدا. بقى هنعمل ايه؟ جبنا بقى عدس ورز وسلطه وطماطم يعني عملناها سلطه. وعندك بقى بطاطس وبرنجان وبيض. أكلة بسيطة وجميلة وبتدفي بقى في الأيام اللي احنا فيها ديت. أنا جبت بقى عندي رز ومسكته نقيته كويس جدا، ما خليتش فيه أي حاجة عشان أقلب عليه العدس. وزي ما انتم شايفين أنا بجيب بقى الخزين بقى بتاع الشهر، بحطه بقى في برطمانات زي ما انتم شايفين كده. برضو هنعمل فيديو عن المشتريات وازاي بقى تجيب الحاجة وتحافظ عليها. عندك زي ما انتم شايفين أنا جبت الرز بقى وحطيت يعني مثلا زي ما انت عايزة. انا بعمل النص عدس والنص رز، في بيعمل 3/4 عدس 3/4 رز والربع عدس. طبعا زي ما انت بتاكلي او بتحبوا عندكم في البيت، طبعا بيختلف من حد الى حد تاني. فانا بحب بقى اللي هو النص عدس ونص رز دي، بقى بيبقى العدس حلو فيه نسبة بروتين عالية. جميل جدا. فانا بعمله بالطريقه ديت، ومسكته بقى غسلته كويس جدا وحطيته على النار وقعدت القعد العادي بتاع الرز وهطبخه. وساعة ما اخلص بقى وبدأ يتردد كده اقوم عامله له بقى الطشة. العدس هتعمله طشة، يعمله طشة بقى توم بقى وكزبرة وكده، حاجة كده تحفة. هتخلي بقى الرز معاكي في حتة تانية خالص، يعني هتاكلي كشري العدس بالطريقة ديت اكنك ما كلتوش قبل كده. هيوديكي في حتة تانية خالص، بعيد بقى عن اي عدس انت كلتها قبل كده، كشري عدس يعني. انا جبت بقى فصين توم كبار اهمت وفرمتهم بقى في مفرمة التوم ديت، او تعملهم في الصلاية بفص، بريحة كزبرة وريحة ملح، وتشوحهم على النار بمعلقة سمنة بلدي بقى كده لما ياخدوا بقى اللون الاصفر. واقوم نازلة بهم على الرز ومغطية بقى. اتفرجي بقى على الجمال والحلاوة. فانا يعني من العيال ما بتحبش السمنة قد كده، فانا حطيت لهم زيت بس. طبعا انت بقى اعملي بسمنة بلدي بقى واتفرجي بقى على الطعم والريحة، حاجة كده تحفة. بس انا برضو ذكية، برضو حبيت اضحك عليهم، حطيت لهم حبة من ده على حبة من دي. فانت لو عايزة تعمليها كلها سمنة بلدي طبعا دي بقى مفيش احلى من كده بقى. فانا علشان ما يعرفوهاش بقى حطيت نص زيت على نص سمنة. همسكه بقى اشوحه كده لما يدوني بقى اللون الاصفر، وانزل بقى على الرز. واكون بقى مجهزه معايا بقى بطاطس وبرنجان عشان القليه، وعشان بقى البرنجان ما ياخدش منك زيت كتير. هقولك تعملي فيه ايه دلوقتي برضو. يلا بقى اللي وصل معانا لغايه طشه التوم كده بقى ينزل يحط بقى اللايك، واللي ما اشتركش يعمل اشتراك عشان كل فيديوهات توصل لكم. زي ما انتم شايفين بقى. هتشوفوا بقى اللون دلوقتي، حاجه كده بقى تحفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على النبي كده بقى وانت قاعده كده على طول، يبقى بوقك مليان كده بالصلاة على النبي والاستغفار. حاجة تبقى حلوة بقى طول ما انت قاعدة كده. شايفين بقى؟ مفيش بقى احلى من كده. انا بقى بقول لكم حطوا لي بقى اللايك على الحلاوة والجمال دي. زي ما انتم شايفين بقى، واكمل بقى ترديده لغاية ما اجي بقى اغرف. شايفين؟ والشطين بقى المتحمرين دول بقى في الرز بقى حكاية. انا هو زي ما انتم شايفين بقى، جبت البرنجان وخرطته ونقعته في ميه بملح عشان يسرد اي حاجه فيه، اللي هو الميه طلعت تلاقيها سودا. وما تيجي تقلي البرنجان معاكي ما يبقاش الزيت اسمر وما يشربش منك زيت كتير. يعني دلوقتي انت عملت 3 في 1 اهو، ما يشربش منك زيت كتير وما يسمر وما يخليش الزيت اسمر ويطلع لونه فاتح معاكي وحلو. وخلصت بقى تحمير وجهزت بقى كل الاكل كده، وهنغرف بقى ونشوف بقى الفيديو بتاعنا كان عامل ايه بقى النهارده. حاجه كده تحفه والله، الريحه جميله، يا ريت تجربوه هيعجبكم جدا. واللي يجربه بقى ويعجبه ما ينساش بقى يعمل لي الكومنت الحلو بقى، يقول لي ايه رايه فيه، ويفعل زر ويعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان كل فيديو توصل لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بقى؟ مفلفل بقى وجميل، وريحتي بقى الطشه مخلياه تحفه زي ما انتم شايفين اهوت. وجبت بقى سلقت بيض وما حمرتوش، انا بحبه مش متحمر، عايزه تحمريه تحمريه. زي ما انتم شايفين. وعملت بقى سلطه على بقدونس، طبق سلطه برضو حلو كده، وبرنجان وبطاطس. ويلا اتفضلوا معانا بالهنا والشفا على قلبكم. وده بقى اليوم كان معانا النهارده، كان بسيط وغدا بسيط. هو هقولك مش مكلف، لا هو مكلف برضه، بس مثلا مش زي الاسماك واللحوم والفراخ. النهارده الفراخ الكيلو بقى بالقد كده. ربنا يعدينا من الايام دي على خير ويسترها معانا يا رب، اللهم امين. وكل بقى حد يشوف الفيديو ويعجبه بقى يعمل لي اللايك والاشتراك ويفعل زر الجرس. اخواتي وحبايبي اللي مشرفيني في كل مكان ومنورني، ربنا يديمكم في حياتي نعمة وما يحرمنيش منكم ابدا. ويبقى كده الفيديو خلص معايا النهارده، اشوفكم في فيديو جديد احلى واحلى، مع السلامة.